ريال مدريد يفوز على يوفنتوس 1-0 في سانتياغو برنابو في الشامبيونز ليج. ريال مدريد بصراحة سيء بس له أسباب: غياب كارفاخال، غياب أرلوند، غياب هويسون مبوظ الفرقة من ورا، أسينسيو سيء بيلعب باك رايت، فالفيردي بيسيب نص الملعب وبيلعب باك رايت فبيفضي نص الملعب. طبعا تشاوميني، أردا جولر، بلينجهام في نص الملعب مش في نفس قوة لما تشاوميني وفالفيردي وأردا جولر يلعبوا مع بعض الثلاثة. ففي خلل في الفريق، في خلل في المنظومة الدفاعية، الضغط مفيش ضغط. بدأ الريال مباراة سيء، اليوفنتوس ضيع كذا فرصة، بل كورتوا هو اللي أنقذ ريال مدريد من كذا هدف محقق. النهاردة كورتوا بيقدم مباراة ولا أحلى ولا أروع في التصديات بتاعته. كورتوا عمود أساسي من أعمدة ريال مدريد، رقم 1 قبل أردا جولر وقبل كيليان امبابي. لولا كورتوا النهاردة كنا زماننا خسرنا كتير من اليوفنتوس. بعد كده ريال مدريد مسك الماتش، كان في رعونة من فينيسيوس ومبابي وابراهيم دياز. الريال أضاع كذا فرصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني الريال داخل قوي شوية، قوي بقى لو عايز يجيب جول، لكن هو مش متماسك. ريال مدريد مش متماسك بس ضغط في كذا فرصة وكذا هجمة لحد ما فينيسيوس بحل فردي عدى من كذا لعيب ولعبها جت في العارضة، رجعت لبلينجهام وعمل متابعة بلينجهام وسجل الجول. وكانت علينا كذا كورة من هجمة مرتدة، لولا كورتوا واسينسيو وميليتاو كنا زماننا تعادلنا وخسرنا الماتش النهارده. لازم تشافي الونسو يشوف حل للماتش الجاي، ماتش الكلاسيكو. اسينسيو اتصاب في اخر ماتش، انا مبسوط ان اسينسيو اتصاب. اي حد يلعب قدام برشلونة الا اسينسيو مدافع. الماتش الجاي لو هويسون مرجعش في الكلاسيكو او اي باك رايت رجع، يا اما كارفاخال يا اما ارلوند، ريال مدريد هيعاني قدام برشلونة وهنخسر خسارة كبيرة. لازم تشافي الونسو يشوف حل لماتش الكلاسيكو، لان غياب المدافع هويسون وغياب الباك رايت بيرجع فالفيردي، بيبوظ نص الملعب والدفاع والفريق ككتلة واحدة ما يبقاش حلو. لازم تشافي الونسو يشوف حل للغيابات دي.